السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوداد البيضاوي نهى المقابلة ديالو بالتعادل السلبي 0-0 أمام السد القطري برسم الجولة الأولى من كأس العرب. نحطو التشكيلة اللي دخلات في المقابلة. في حراسة المرمى دخل يوسف مطيع، وفي الدفاع الأوسط دخل أمين أبو الفتح، كذلك بجانب ديالو أرسين زولا. في الأظهرة دخل ظهير أيمن أيوب العملود، والظهير الأيسر الانتداب الجديد الجزائري إلياس شتي. في الوسط الميدان دخلوا الثلاثي يحيى جبران، وبالجانب ديالو المنتدب الجديد من فريق بلوزداد الجزائري زكريا دراوي، وكذلك اللاعب عبد الله حيمو. على هذه الشكيلة كان الوسط الميدان والدفاع بالرباعي ديال إلياس شتي أرسين زولا أبو الفتح والعملود. في الهجوم كانوا الظاهرين بوسفيان ظهير أيسر وناجم ظهير أيمن. كمهاجم رأس حربة دخل منتصر الحشيمي. هذه هي التشكيلة اللي دخل بها المدرب عادل الرمزي. ما دخلش كمهاجم رأس حربة صريح اللي كيلعب الدور ديالو هو سامبو. دخل منتصر الحشيمي اللي هو في الاصل كيلعب كجناح، دخلو جربو كمهاجم رأس حربة. اول حاجه نهضروا على الدفاع، اللي صراحه الدفاع والحارس كاين مشكل في الحارس وارسين زولا اللي بيناتهم مشاكل كبيره صراحه. كاينه النرفازه بين هاد جوج لاعبين، الحارس المرمى يوسف مطيع وارسين زولا. كنشوفوا بزاف ديال المناوشات بيناتهم اللي كتاثر على الفريق. الياس شتي صراحه باقي ما شفناش الدور ديالو الدفاعي، دفاعيا باقي عنده شوارع تما صراحه. داك اللاعب اكرم عفيف في الجهه ديالو فعل ما يشاء، خاصو يخدم على الجانب الدفاعي الياس شتي. العملود صراحه دفاعيا راه ديما كنعرفوا الصرامه الدفاعيه ديالو، هجوميا راه كيساعد، ولكن هاد المقابله ما شفناش المسانده ديالو الهجوميه. راني نجيو دابا لوسط الميدان اللي المشكل الكبير هو يحيى جبران. يحيى جبران صراحه كتحس بيه بحال ما بقاش حامل راسو يلعب في الوداد الرياضي، كتحس بيه بحال انه معفر على الفريق الوداد البيضاوي. كما تشوف ان البطاقه الحمراء، صراحه البطاقه الحمراء ما كانش كيستحق بطاقه حمراء، ولكن ماشي شي احتكاك خطير على اللاعب الخصم اللي بيدرو ما كانش غادي يتصاب بشي اصابه خطيره. بيونافو يستحق على بطاقه صفراء، ولكن تا يحيى جبران صراحه من اللعب ديالو من بدايه المقابله هو كيعطي تمريرات خاطئه. ما عرفتش انا السيد مالو بحال ما بغاش يلعب في الوداد الرياضي. ندوزو لوسط الميدان. صراحه زكريا دراوي لعب شويه مزيان، باقي ما نحكموش عليه، باقي نشوفوه في المقابله الجايه. عبد الله حيمود ديما كيبهرنا باللمسات ديالو وديما كيعطي الاضافه. صراحه اللاعب مستقبل الوداد الرياضي، وصراحه نشوفوه في الدوريات الاوروبيه. ما نبغيوش اللاعب صراحه يمشي لدول الخليج لانه غيدفن الموهبه ديالو. ندوزو للجانب الهجومي. ندوزو للجانب الهجوم. الجانب الهجومي اللي كان فيه الثلاثي بوسفيان الحشيمي وناجم. صراحه الحشيمي ماشي هو داك المركز ديالو، نقدروا نشوفوه في مركز جناح يكون افضل صراحه بالسرعه ديالو اللي كيتميز بها منتصر الحشيمي. وناجم صراحه مشات لي اللمسه ديالو
الفيزيكمون ما بقاش قادر يعطي للفريق الوداد البيضاوي. الانسان فاش كيكبر راه كتنقص الجوده ديالو، الجوده الهجوميه. بوسفيان صراحه بوسفيان بعض المرات كيغلط في الكرات الاخيره. مثلا واحد الكره كان غادي بها، مررها ليه وقيلا حيمود، كونترول خاطئ، ضاعت الهجمه، غلق عليه في اللونغ فيرمي في الجانب ديال الخط ديال المرمى. كان عليه الكونترول اول حاجه ويتقدم بالكره بكل اريحيه، ولكن خطا. وبالاضافه الى الفرصه ديال منتصر الحشيمي اللي كانت فاس فاس، اللي ضيعها منتصر الحشيمي، اللي صراحه كان فاس فاس البوطو، وعطى الباس لبوسفيان اللي كان خارج التغطيه في هذه المقابله. كانوا تغييرات اخرى، دخل بولي سامبو اللي كانت عنده فرصه في اخر المقابله اللي ما استغلاش بولي سامبو. راوغ الحارس، ولكن كان عليه يختار الخيار الانسب، هو يرفع الكره فوق الحارس المرمى ديال السد القطري، لان هذا هو الحل الانسب اللي كان اللاعب بولي سامبو. صراحة نتيجة التعادل كتبقى نتيجة إيجابية بحكم لعب الوداد البيضاوي بنقص عددي منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول. نتمنوا من الفريق الوداد البيضاوي يصلح بعض الأخطاء، ونشوفوا في المقابلة الجاية الوداد البيضاوي بوجه آخر، ويحققوا 3 نقاط اللي غتخليه يقترب من التأهل من دور المجموعات إلى الدور الموالي. كان هذا هو الفيديو ديالنا خفيف ظريف. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا زر الجرس.